عائقان يعطلان مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات لتعويض رحيل وسام أبو علي. دخل الأردني يزن النعيمات مهاجم العربي القطري ومنتخب النشامي دائرة اهتمام النادي الأهلي التعاقد معه في الصيف الجاري وتعويض الرحيل المحتمل للفلسطيني وسام أبو علي خلال الميركاتو الصيف الجاري بعد إصرار اللاعب على الرحيل وتوصل الإدارة لاتفاق على بيعه لنادي كولومبوس كورو الأمريكي. ورغم اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الأردني يزن النعيمات، ولكن يوجد أكثر من عائق يعطل المفاوضات مع مهاجم العربي القطري، أولهما أن قائمة اللاعبين الأجانب مكتملة في صفوف الأهلي، وحال قدومه سيتعين عليه التخلي عن أحد اللاعبين الأجانب في قائمته. والثاني هو الراتب العالي الذي يحصل عليه النعيمات في قطر والذي يبلغ قيمته 3 ملايين دولار، وهو ما يفوق سقف التعاقدات في القلعة الحمراء، باعتبار أن الحد الأقصى لرواتب اللاعبين الأجانب لا يتخطى نصف الراتب الذي يحصل عليه مهاجم الأردن مع ناديه القطري. ويحتاج الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق باب القيد الصيفي في ظل عدم وجود مهاجمين بخلاف الثنائي جريديشار ومحمد شريف في صفوف الفريق. سياق آخر، تلقى مسؤول النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أكدوا خلالها أن سداد باقي مستحقات الأهلي من مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة سيكون في شهر أغسطس المقبل. وأكد مسؤول فيفا لنظرائهم في النادي الأهلي أن الإدارة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم تقوم حاليا بمراجعة مستحقات النادي الأهلي وخصم نسبة الضرائب على أن تقوم بإرسال الباقي مستحقات الأهلي في أغسطس المقبل. ويتبقى للنادي الأهلي ما يقرب من 600 ألف دولار لدى الفيفا، وذلك قبل نسبة الضرائب المستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم. كما صرح مسؤول بالنادي الأهلي إذا أراد الأهلي ضم النعيمات سيكون عليه التخلي عن محترف آخر مثل جريديشار أو أليو ديانج أو أشرف داري، وهذا صعب للغاية حاليا. وأكد المصدر أن الوقت ضيق لخروج أي لاعب من هؤلاء، قد يحول الأهلي أنظاره صوب النعيمات في يناير المقبل، لكن حتى الآن لم يتواصل النادي معه ولا توجد أي مفاوضات بشأن. كما أكد المصدر في النادي الأهلي أن النادي الأهلي قد أكد التواصل اتفاق نهائي مع نادي كولومبوس كورو الأمريكي ليضم الأخير وسام أبو علي في هذا الصيف. أحمد شوبير من قال إن الأهلي ما بيفكرش في أحمد حسن كوكا، اللاعب أيضا عنده رغبة في العودة للأهلي واسمه مطروح بقوة للعودة للنادي الأهلي مرة أخرى. كما قال مصدر في الأهلي لم يتفاوض نهائيا مع مصطفى محمد، والعكس هو الصحيح، مصطفى هو من أرسل تلميحات باستعداده للانضمام إلى النادي الأهلي. مصدر مقرب من أحمد فتوح اللاعب يرحب بالرحيل عن الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة. أحمد حسام ميدو: أنا أعلى من محمد صلاح في الإمكانيات، وكمان أحسن من حسام حسن وعماد متعب، وأفضل مهاجم في تاريخ مصر في ال30 سنة الأخيرة.